عمرك تساءلتي كيفاش الدواء توصل داخل الجسم ديالك باش يداويك؟ ملي تاخذ باراسيتامول ولا سيرو ولا كريم حطيتي على يديك ولا حتى يبرات كيتيها، كل شكل ديال الدواء عنده الطريقه والدور مختلف اللي تيخدم به. ومن اشهر الاشكال ديال الدواء في العالم هو بطبيعه الحال القرص كومبريمي ولا تنعيطوا ليه بالدارجه كينه. السؤال: كيفاش تتصوب الكينه وشنو السر مورا هاد الحبه الصغيره؟ في هذا الفيديو هذا نحاول نجاوبوا على الاسئله هذه ونشوفوا كيفاش الدواء يقدر يوصل داخل الجسم ديالنا باش يدير الفعاليه ديالو، ونشوفوا حتى كيفاش الدواء كان تيتصوب عبر التاريخ واليوم. مرحبا بكم في قناتكم الدواء بال، قناه اللي تتهضر على كيفاش التصور ديال الانسان يقدر يبدل الفعاليه ديال اي علاج صحي. الى عجبك الفيديو هذا دير لايك او عطيني كومونتير واشترك في القناه الا مازال ما درتيهاش، ونبداو. بطبيعه الحال النوع ديال الدواء هذا في المغرب تنعيطوا عليه بزاف ديال السميات. كاين اللي تيسميه القرص ولا حبه صغيره على حساب الشكل ديالو اللي مدور وصغير. كاين اللي تيسميه كومبريمي ولا كاشي، يعني تا اسماء فرنسيات يعني شي حاجه محكومه ولا مضغوطه ولا كاشي مطبوعه. وكاين اللي تعيط له الفانيد ولا كينه. فانيد جاي الاصل ديالها من شي حاجه حلوه، فانيده. كاين بزاف ديال انواع ديال الدواء المذاق ديالهم تيكون مر بزاف وخايب. باش تماسكي المذاق الخايب ديال الدواء هذاك تيغلفوا الكينات اللي كانوا مطبوعين ولا مبريسيين، تيغلفوهم تعطيهم غلاف ديال السكر. ملي تحطها في فمك بحال فانيده، تكون حلوه، من تما جات السميه هذه الفانيد. والسميه الاخرى هي كينه. كينه الاصل ديال السميه هذه جاي من واحد الشجره في جنوب امريكا سميتها السينكونا ولا بالفرنسي كانكينا. الشجره هذه كانت معروفه في القرن 16 و 17 في جنوب امريكا. كانوا تيشدوا اللحى ديالها ولا القشره ديالها، تيطحنوها تطيبوها تعطيوها لشي واحد اللي مريض ولا شي واحد اللي عنده السخانه، وكانت عندها مفعول كبير. اعتبرها بحال اول اونتيبيوتيك طبيعي اللي كانوا تيستعملوه الناس. وبطبيعه الحال في القرن 19 والقرن 20 كانت تستعمل الكنكينه بزاف في افريقيا علاجا للملاريا، وكانت تعطى بزاف للناس اللي عندهم الملاريا. وبطبيعه الحال كانت تستعمل حتى في المغرب. في المغرب كانت تسمى كنكينه. شي واحد مريض عنده السخانه ولا الملاريا تقول له اعطيه الكنكينه. كانوا الحاوله القشور ديال الشجره هذه كانت تطحن ومن بعد تيبريسيو وتيصوبوا منه حبات صغار، وهذوك اللي كانوا تتعطاو شي واحد مريض في الملاريا اعطيه الكنكينه. من تما جات السميه هذه ديال كينه. في زمان قبل ما يكونوا الصيدليات او الادويه الكيميائيه كانوا الناس يعولوا على النباتات والاعشاب الطبيه باش يداويو راسهم. غير بالتجربه الناس كانوا تلاحظوا ان العشبه هذه ولا النبته هذه الا خديتيها راه تعاونك باش تحيد لك السخانه ولا تهبط لك شده الالم ديالك. كانوا الناس تيذوبوا الاعشاب الطبيه هذه تيذوبوها في الماء ولا الكحول كانوا تيشربوها. المشكل كان الجرعات ديال الدواء ما كانتش موحده، المذاق كان مر والنتائج ما كانوش مضمونين. مع الوقت الناس اكتشفوا انهم يقدروا ينشفوا الاعشاب الطبيه هذيك ومن بعد يصوبوا منها مسحوق. المسحوق هذاك يخلطوه مع العسل ولا الشمع ويكوروه كويرات، يصوبوا منه كويرات باش يكونوا ساهلين على شي واحد باش يبلعهم. ومع الوقت حتى للقرن 19 خرجت واحد التقنيه تتسمى تابلت بريس ولا البريسه. هذه آلة تتاخذ المسحوق ديال الاعشاب الطبيه وتضغط عليه باش ترجعو حبه صلبه. وهذه هي البدايه ديال الشكل الادويه اللي تنسميوه كينات ولا لي كومبريمي. واليوم مازلنا تنستعملوا التابلت بريس باش نصوبوا الكينات. الفرق اللي كاين اليوم هو ان المسحوق اللي تنستعملوه مع البريسه باش نصوبوا الكينات هو عباره عن مواد كيميائيه مصنعه، من بيناتهم الماده الفعاله اللي هي ماده عندها مفعول طبي. وكاينين مواد كيميائيه اخرى مخلطه مع الماده الفعاله في المسحوق اللي هي عباره عن مواد مساعده ولا مواد محافظه ولا مواد اللي تتحسن المذاق ديال الدواء. والكينات بطبيعه الحال ماشي هما الشكل الوحيد ديال
اللي تقدر تستعمل باش تاخذ الدواء في العصر الحديث. كاينين بزاف الانواع والاشكال ديال الدواء اللي نقدروا نستعملوها، كل نوع عنده المميزات ديالو. النوع الاول هو الدواء اللي تتاخذه عن طريق الفم، بحال الكينات، بحال الكابسولات، بحال السيروم. النوع ديال الدواء هذا المميزات ديالو انه ساهل باش تاخذه ومريح. الماده الفعاله ملي تكون مثلا في الكينه ملي تاخذها خاصها واحد الوقت، ملي تشربها توصل المعده خاصها واحد الوقت باش تذوب، واحد شويه عاوتاني باش توصل الماده الفعاله للمصران الصغير باش تدخل الدوره الدمويه وتبدا الماده الفعاله دير الخدمه ديالها. السيرو المميزات ديالو بالمقارنه مع الكينات ان السيرو الماده الفعاله تكون دايبه ديجا في السيرو، ملي تشربها راه ما تاخذش وقت طويل باش الماده الفعاله توصل للدوره الدمويه بحال في الكينات. الفرق بين السيرو مثلا والكينات، الفرق اخر اللي كاين ان السيرو الصلاحيه ديالو تتكون قصيره بالمقارنه مع الكينات. الكينات تكون الصلاحيه ديالهم شويه زايده على السيرو. نوع اخر ديال الدواء اللي تنستعمله هو النوع بحال الكريمات ولا الجل اللي تتحط على الجلد مباشره على الجلد. مثلا محروقه يدك ولا عندك ليكزيما، خاصك ماده فعاله اللي تكون في الكريم وتتحطها مباشره على البلاصه اللي عندك فيها المشكل. ما غاديش تشرب كينه باش تعاون البلاصه اللي محروقه ولا اللي فيها ليكزيما، لان المشكل عندك برا الجسم ماشي لداخل. نوع اخر ديال الدواء هو الدواء اللي تناخذوه عن طريق التنفس، بحال مثلا شي واحد عنده لازمه، الدواء اللي تيتنخذ عن طريق التنفس بحال الانهيلرز ولا النيبولايزرز. الماده الفعاله تتنفسها وتمشي مباشره للرئه باش تعاونك على التنفس. والنوع اخر ديال الدواء هو الدواء اللي تيتعطى عن طريق الحقن، تيتعطى بابره. النوع هذا المميزات ديالو انه الماده الفعاله تبدا الخدمه ديالها مباشره. علاش؟ حيت تنديروا الحقن مباشره، تندخلوا الدواء في الدوره الدمويه ديالنا، غير الابره تتك الدواء راه موجود في الدم ديالنا وراه بدا الخدمه ديالو. ماشي بحال الكينه ولا السيرو خاصك واحد الوقيته باش الماده الفعاله دوز من المعده للمصران الصغير وعاد تدخل للدوره الدمويه. والتكنولوجيا غتمشي بعيد في المجال ديال الدواء بطبيعه الحال، وغيكونوا ابتكارات في المستقبل اللي غيغيروا لنا الطرق اللي تناخذوا بها الدواء. مثلا بريسيجن ميديسين هو ابتكارات اللي غنشوفوها من هنا لقدام، اللي معنيتها ان الواحد غيولي عنده دواء خاص به هو على حسب الجينات ديالو، على حسب الشكل الجسم ديالو، ويكون عنده الدواء اللي فيه جرعات خاصه غير به هو، تسمى بريسيجن ميديسين. نوع اخر الابتكارات اللي غنشوفوهم هو النانو تكنولوجي ولا سمارت دراج ديليفري، اللي تعني ان غتكون تكنولوجيا دقيقه صغيره اللي تقدر تهز لينا الدواء داخل الجسم ديالنا وتحطه في البلاصه اللي محتاجينه فيها وفي الوقيته اللي محتاجينه فيها. كما تعرفوا اليوم ملي تناخذوا كينه، مثلا كينه ديال الحريق، واحد غياخذها حيت ضارو راسو، واحد اخر يقدر ياخذها حيت ضارو ظهرو. الكينه ما تتفرقش بين الالم اللي عندك في الظهر ولا اللي عندك في راسك. المشكل هذا نقدروا من هنا لقدام نتفاداوه، حيت غيكونوا اجزاء ولا تكنولوجيا دقيقه اللي تتهز لينا الماده الفعاله وتتحطها في البلاصه اللي تنحتاجوها فيها في الوقيته اللي تنحتاجوها فيها. نوع اخر الابتكار اللي نقدروا نشوفوه من هنا للمستقبل هو injectable implants هادو بحال باتشز، جهاز تتلصقوا في يديك، وراه نشوفوه حاليا الناس اللي عندهم مرض السكر. الجهاز هذا تيلصقوه في يديهم، الجهاز هذا فيه السنسرز تيعرف ملي تيكون المستوى ديال السكر طالع ولا هابط في الدم، وملي تكون تحتاج الانسولين راه تيعطي لك الدواء في الوقيته اللي تحتاجو فيها. هذا الشيء راه دابا كاينين الناس اللي يستعملوا التكنولوجيا الحديثه هذيك تيستعملوها اليوم. ونوع اخر اللي نقدروا نشوفوه من هنا لقدام هو اللي تنسموه جين ثيرابي، اللي معنيتها من هنا لقدام عوض الواحد تعطيه الدواء باش حيت عنده مشكل في الجسم ديالو غتبقى تداويه بتغيير الكود ديال الجينات ديالو. مثلا واحد فيه مرض السكر، حيت عنده مرض السكر في العائله ديالو، عوض يبدا ياخذ الانسولين باش يعاون راسو ملي تيكون السكر ديالو طالع ولا هابط،
غيبقى يداوى بتغيير الجينات والكود ديال الجينات ديالو باش الجسم ديالو اصلا ما يبقاش فيه مرض السكر نهائيا.